السلام عليكم الاخوات الاخوان، نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. فيديو جديد، نهار جديد. كيف ما كتشوفوا ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم واحد العصير الاقتصادي اللي رائع، اللي ان شاء الله غادي يكون معتمد عندكم في رمضان باذن الله. عصير الاقتصادي، عصير اللي غادي تستغناو عليه على العواصر اللي كنشريو من الزنقه، اللي كيجي مذاق رائع كيف ما كتشوفوا. عصير اقتصادي، عصير خاسر. بقاو معايا ان شاء الله، غادي نعطيكم المقادير ديال العصير وطريقه الاستعمال، اللي هو عصير كيف ما قلت لكم في المتناول ان شاء الله. غادي تولي معتمد عندكم. بقاو معايا ان شاء الله، المقادير كلها باذن الله غادي نعطي لكم دابا. كيف ما كتشوفوا الاخوات ديالي، هادو هما المكونات اللي كاينين اللي ساهلين بساطين. عندي هنايا واحد 3 الجزرات، عندي هنايا واحد 2 بنانات، هادو عير صغارات بلديات، يعني ممكن عير وحده الا كانت عندك تكفي. واحد الياغورت هنايا خديته بنكهه الموز، ممكن ديروا الا كان عندكم الخوخ، انا ما لقيتوش، او فاني، يعني لكم الاختيار في النكهه اللي بغيتو. هنايا عندي واحد 2 معالق ديال السكر السنيده، ممكن تستغناو عليه، ممكن ديروا اقل، ممكن ديروا اكثر، يعني على حسب الحلاوه ديالكم. اول مرحله كندير انا هاد 3 الجزرات راني غسلتهم، وما نساش الماء ولا بد. كيف ما كتشوفوا انا عندي هنايا حاطه عندي القرعه. صافي هادشي هو اللي كاين. اول حاجه غادي ندير هي غادي نقي هاد الجزرات، غادي نقيهم ونرجع نكمل معاكم. كيف ما كتشوفوا من بعد ما نقيت الجزرات الثلاث، دابا غادي نشدهم، غادي نقطعهم على شكل دوائر، غادي نقطعهم بهذا الشكل هكا، وغادي نديرهم يتسلقوا ليا في الماء. عصير اللي رائع واقتصادي ومنعش، وغادي ينفعنا ديال بصح في هذا رمضان. كيف ما كتشوفوا انا كنقتصد، كندوزهم 3 في دقه واحده. صافي كيف ما كتشوفوا من بعد ما الجزر نقيته، غادي من بعد ما نقيته وقطعته هكا دوائر، غادي نشد واحد الكاسرول غادي نديرو فيها صافي، وغادي ندير الماء الكافي اللي غادي يسلق لي هاد الجزر صافي. من بعد ما يغلى نخلي ليه هكا واحد 5 دقائق حتى 7 دقائق، يعني ما نفوتوهاش هكا. حنا ما بغيناش يهرى لينا بزاف، مجرد انه يبدا يدخل الطياب يكفينا صافي. هادشي هو اللي كاين. من بعد ان شاء الله ما غادي يتسلق ليا ونخليه شويه يبرد ونرجع نكمل معكم العصير. كيف ما كتشوفوا من بعد ما درت الجزر تسلق ليا، ما كنسلقوش مزيان يعني هكا باش يولي مطلوق ليا بزاف، لا فقط انه كيف ما كتشوفوا كيتخشى فيه السكين صافي هكا. كنخلي بالماء ديالو هنا، خليته شويه باش يدفى لي باش يبرد ليا، ومازال باقي شويه، ولكن غادي نحاول انني نديرو معكم في هاد الاناء ديال ما كتشوفوا. وغادي نزيد هاد 2 ديال الموزات، بالنسبه كيف ما قلت لكم هادو موزات فقط صغارات، يعني الا كانت وحده كبيره، الا كانت وحده كبيره تكفي. هذا راه داك البلدي. وغادي نزيد ياغورت كيف ما شفتوا، هذا انايا درتو بنكهه البنان. ديروا كيف ما قلت لكم نكهه الفاني، نكهه صافي. وكيف ما قلت لكم بالنسبه هنا السكر يعني حسب الذوق، هنايا درت 2 معالق. وغادي نزيد الماء الكافي اللي غادي نطحن فيه هذا العصير ديالي.
صافي كيف ما كتشوفوا من بعد ما طحنتو ما شاء الله كيجي رائع. غادي نديرو في واحد القرعه، ومن بعد غادي شوفوا تبارك الله القوام ديالو كيف كيجي. رائع رائع، يعني ما تحتاجوش عصير الزنقه، يعني اقتصادي ورائع. غادي نحاول نكبو في الكويسات ديالي وتشوفوا القوام ما شاء الله، وكيخرج واحد الكونتيتي اللي هي كبيره. مازال باقي عندي في الكاس ديال العصير. كتشوفوا رائع ما شاء الله، صراحه خاسر كيجي ما شاء الله رائع واقتصادي، يعني عصير اللي ما غاديش ندموا عليه. نتمنى انه يعجبكم وتجربوه، اللي غادي ان شاء الله تبقاو دائما معتمد عندكم في رمضان ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا عصير اللي خاسر، عصير اللي زوين، اللي غادي يعجبكم وغادي دائما تولي معتمد عليه عندكم. حتى انا خوتي خواتاتي غادي نقول لكم مع السلامه، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.